الولد ده لما مات، فده مش ذنبي برضه. ذنبك؟ انت بتدعي عليا، خلي بالك في ناس بتتعالج وفي ناس بتقوم وتبقى زي الفل، بس لما بيبقى واقف في ظهرهم حد، ناس بتحبهم بجد يعني. انت ليه كده يعني؟ انا لا يعني انا بحاول اعمل كل حاجه عشان افرحك. وانا مش هقدر اكمل. والله انا حاسس انها بتهزر، والله حاسس انها عارفه انه مقلب. عمرها ما اتكلمت معايا كده. انا بقول لك والله انا حاسس ان ده هي متاكده ان ده مقلب وبتعمل كده. كمل كلام معاك كده نشوف. انا فرحك. لا لا، انا بقول لك اكيد عارف ان ده مقلب. الو. انت معايا؟ يا ريما انت بتتكلمي بجد يا ريما؟ اكيد انا مش هتسيبيني هقدر في محنتي اكمل يعني؟ في ده. ده انا ما قصرتش معاكي في حاجه يعني. انت كنت عارفه ظروفي وعارفه دنيتي ماشيه ازاي، وطلبت دهب وقلت لك عملت اللي اقدر عليه، شغلانه دهب واتنين ودهب. وتلاته. دبلة وخاتم اللي انت جبتهم؟ دبلة وخاتم؟ بتسألي بالحاجه دلوقتي؟ هو مش ده اللي انت انت القليل بتقولي منك دهب. كتير دهب ايه؟ ده انا ياما اشتغلت شغلانه واتنين وتلاته واربعه وعلى ايدك. انا كنت ممكن اريح ساعه ساعتين في اليوم وبريحهم في الشغل عشان خاطر اقدر اكفي واقدر اجيب واقدر البي طلباتك انت واهلك. في الاخر تقولي لي وانا ساعدتك كتير وقفت جنبك كتير وما عنديش بصراحة استعداد ان انا اعمل اي حاجة تاني معاك. كفاية ال4 سنين اللي انا ضيعتهم من عمري معاك. لا بصي خلاص هي يكفي. بصي انا بالنسبه لي تمام هو كده. هاتي حاجتي وخلاص يا ستي، كل واحد فينا يروح لحاله. حاجة ايه؟ الدبلة والخاتم بتوعك دول الايام اللي انت كنت بتجيها تاكل وتشرب وتنبسط وتنزل عادي يعني. ايه المشكلة؟ يعني انا كنت بخش ايدي فاضيه يعني؟ مش ايدك مليانة، بس انت بتتكلم في ايه؟ انت عايز دبلة وخاتم؟ بص يا بنت الناس، انت بعتيني ولخصت كل حاجه. ممكن اكلمها؟ ممكن تقول لها في حد عايز يكلمها؟ طب بقول لك ايه، انا في حد صاحبي كده عايز يكلمك، انا مش قادر اتكلم. انا مش عايزة اكلم حد.